إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. هو خالق، هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به وسعد من آمن به، ولسانه يوحد الله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخيار، فطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم الكريم المبارك أن يجمعنا جميعا بصحبة حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. حج البيت دروس وعبر، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. والله أسأل أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد خير الأنام. اللهم ارزقنا الصلاة في الروضة والوقوف بعرفات برحمتك يا باسط الأرض ويا رافع السماوات. يا زائر القبر الحبيب الهادي، يا زائر القبر الحبيب الهادي، بلغ رسول الله شوق فؤادي، فإني بحبك يا رسول متيم، وزيارتي إياك كل مرادي. صلى الله عليه وسلم. حج البيت أيها الأفاضل، لقد فرض الله عز وجل الحج على الموحدين، وجعله سيد المرسلين ركنا عظيما من أركان هذا الدين. فقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء أن اللام هنا لام الفرض والوجوب والإلزام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالركن الخامس من أركان هذا الدين هو الحج. فلن يكتمل إيمان العبد المستطيع، والاستطاعة هنا بدنية ومالية، لن يكتمل إيمانك إلا بفعلك للركن الخامس من أركان هذا الدين. لذا أمرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن نتعجل الحج، كما في مسند أحمد بسند صحيح قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فقد يمرض المريض وقد يذهب المال. النهاردة ربنا مديك صحة، النهاردة عندك قوة وطاقة انك تقدر تروح تطوف وتسعى وتقف على عرفات وتروح منى وتروح المزدلفة إلى غير ذلك. بكرة ما انتش عارف ظروفك ايه، بكرة ما انتش عارف ايه أخبار صحتك، فقد يمرض المريض وقد يذهب المال. النهاردة معاك فلوس، بكرة مش معاك. البعض يقول لك أنا مش هحج غير لما أجوز ولادي، أنا مش هحج غير لما ولادي يخلفوا، مش هحج غير لما اشتري لهم حتة الأرض دي، مش هحج غير لما أبني لهم البيت ده 4 5 10 أدوار. لا، قد يذهب المال. النبي يقول: تعجلوا الحج، فقد يمرض المريض وقد يذهب المال. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني خليكوا بين الحج والعمرة. رحت مرة عمرة، رحت مرة حج، روح تاني. لو عندك استطاعة ما فيش مشكلة. تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا يا رسول الله؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يلي بتدعي الفقر، يلي عندك ذنوب كتيرة، انت بتقول ما معيش فلوس اطلع عمرة، ربنا هو اللي هيرزقك. بتقول انا عندي ذنوب كتيرة، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك دي، عليك بالحج، عليك بالعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا يا رسول الله؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لما حضرتك تروح تبيع ذهب لأي سائل بيقولوا فترة معاك، يقول لك أنا هسخن عليه. هيسخن عليه ليه؟ عشان يطلع الشوائب منه. فكذلك الحج وكذلك العمرة ينفي عنك أو تنفي عنك ذنوبك وتخرجك من ذنوبك ومن آثامك. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، يعني النار، خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الرحلة الميمونة، رحلة الحج، والتي تسكب فيها العبرات وتغفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات وتمحى فيها الزلات، ويعود منها حجاج بيت الله الحرام من الإخوة والأخوات كيوم ولدتهم الأمهات. أسأل الله أن يكتبها لنا جميعا، أسأل الله أن نعود منها كيوم ولدتنا أمهاتنا. البيت الحرام، نرى البيت الحرام ونشعر بمهابته وعظمته وجلالته، لكن هل نعلم قصة البيت الحرام؟ هل نعلم كيف بني البيت الحرام؟ وما قصة مقام إبراهيم؟ وما قصة الحجر الأسود؟ هذا ما نتكلم عنه بالتفصيل الآن بإذن الله. الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بكة هي مكة. قد يقول قائل: لماذا قال الله بكة بالباء ولم يقل مكة بالميم؟ وما الفرق بين بكة ومكة؟ قال علماؤنا أن بكة هي مكة، وسميت مكة ببكة في هذه الآية لأن البكة هو الزحام الشديد. حضرتك لو فتحت التلفزيون دلوقتي على قناة الحرم المكي هتلاقي أعداد ما شاء الله لا حصر لها، بل كمان في موسم الحج والعمرة في رمضان أو بعد أسبوعين مثلا من الآن هتلاقي الأعداد تخطط 3 مليون. طب ليه الكلام ده؟ هو
ذا الزحام الشديد، لذا سميت مكة ببكة في هذه الآية. وقالوا أيضا سميت مكة ببكة لأن البك هو كسر ودق العنق. البك بالباء هو كسر ودق العنق. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد مكة جبار بسوء إلا ودك الله عنقه. ونعلم جميعا قصة أبرار. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل إلى آخر الآيات. فمكة هي بكة، والبك هو شدة الزحام أو هو كسر ودق العنق. والبيت الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض. أول مسجد وضع في الأرض هو البيت الحرام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله. سيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا النبي فبيقول له: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ إيه أول مسجد اتبنى في الأرض؟ فقال النبي: المسجد الحرام. فقال أبو ذر: ثم إيه المسجد اللي بعد كده؟ قال: المسجد الأقصى اللي في فلسطين. قلت: كم بينهما؟ المسافة اللي بين المسجد الحرام أو المدة اللي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كم يا رسول الله؟ فقال: 40 سنة. قلت: ثم سيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا النبي: إيه اللي بعد كده؟ قال النبي: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. أي مكان الأذان أذن عليك فيه صلي. وهذه خاصية من خصائص أمة النبي، كما قال النبي: فضلت على الأنبياء ب6 ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. إذن فمن الذي بنى البيت الحرام؟ من اللي بنى الكعبة؟ من اللي بنى البيت الحرام؟ اختلف العلماء فيها على أكثر من قول. فمنهم من قال بأن الذي بنى البيت الحرام هو آدم، ومنهم من قال بأن الذي بنى بيت الحرام هم الملائكة. لكن الراجح أن الذي رفع القواعد من البيت الحرام، يعني القواعد موجودة والبناء موجود، لكن اللي رفع القواعد هو مين؟ سيدنا إبراهيم. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى اللي رفع قواعد البيت الحرام هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. طب إيه اللي حصل مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل؟ تعالوا نرجع ورا شوية إلى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حينما طرده قومه، حينما آذاه قومه، حينما طرده أبوه من بيته، خرج إبراهيم ومعه سارة. وكان إبراهيم، قالت بعض الروايات أنه كان في بابل في العراق، وقالت بعض الروايات أنه كان في تركيا الآن، اللي هي الآن تركيا. نزلوا في العراق ونزلوا في تركيا. فخرج إبراهيم إلى الشام، ومن الشام إلى مصر. وطأت قدم نبي الله إبراهيم أرض مصر، وهذه بركة لأرض مصر التي زكاها الله عز وجل في كتابه. فلما رآه ملك مصر، أو لما رآه رجل أخبر ملك مصر، وكانت سارة زوجة إبراهيم امرأة شديدة الجمال، فأرسل ملك مصر لإبراهيم يسأله عن سارة: من دي؟ فقال له إبراهيم: إنها أختي. وهذه كذبة من الكذبات الثلاث التي كذبها سيدنا إبراهيم. قال: إنها أختي، لم يكن يقصد أنها أخته من أبيه وأمه، بل كان يقصد أنها أخته في دين الله عز وجل. أيضا من الأمور التي نطق بها إبراهيم عليه السلام على غير حقيقتها حينما سألوه: من الذي هدم الأصنام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال إبراهيم هنا أن سارة أخته، هو يقصد أنها أخته في الدين، أخته في الإسلام، فلم يكن على ظهر الأرض من الموحدين وقتها إلا إبراهيم وسارة، لأنه لو قال أنها زوجته لقتله الملك. فأرسل الملك في طلب سارة فذهبت إليه، ثم وهي عنده دعت الله عز وجل وأخذت تتضرع إلى الله عز وجل حتى لا يمسها هذا الملك بسوء، عشان ما يعملش فيها أي شيء مش كويس أو يضرها. قعدت تدعي ربنا سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاء سارة في التو واللحظة. هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري. فاستجاب الله دعاء سارة في التو واللحظة فشلت يد الملك، إيده اتشلت. فالملك استغرب فقال لها ادعي ربك إن إيدي ترجع لي تاني ومش همسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأرسل الله يده، يعني ربنا شفاه وإيده رجعت تاني، فحب يأذيها فدعت الله فأخذ الله أو شل الله يده في المرة الثانية، فقال لها تضرعي إلى الله ولن أمسك بسوء. وفي المرة الثالثة حتى حصل نفس الكلام، يعني 3 مرات يحاول يجرب من ستنا سارة تدعي ربنا يشيل إيده، وبعدين يتحايل عليها علشان تدعي ربنا إن إيده ترجع تاني. فقال إنكم ما أرسلتم إلي إنسانا بل أرسلتم إلي شيطانا، أخرجوها وأخدموها هاجر، طلعوها من عندي وادوها هاجر، ستنا هاجر هدية. هاجر مصرية أم نبي الله إسماعيل وزوجة نبي الله إبراهيم، أخرجوها وأخدموها هاجر. فذهبت سارة ومعها هاجر إلى إبراهيم، وكان إبراهيم يصلي، فلما انتهى قال لها مهين يعني عملت إيه اللي حصل؟ فقالت لقد رد الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر، يعني ربنا رد كيد الشخص الفاجر الظالم ده وادانا كمان هاجر هدية. ثم وهبت سارة هاجر لإبراهيم فتزوجها إبراهيم وأنجب منها من؟ نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبدأت الغيرة تدب في قلب سارة فطلبت من إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها بعيدا. هم كانوا في مصر، فستنا سارة طلبت من سيدنا إبراهيم أنه يبعد بهاجر وإسماعيل، فأخذ نبي الله إبراهيم هاجر وإسماعيل، وسيدنا إسماعيل كان لسه طفل رضيع، فأخذهم ومعهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، حاجة كده شبه الجلة وزي كيس كده فيه تمر علشان يأكلوا منه، إلى أن وصلوا إلى بيت الله الحرام، إلى مكان بيت الله الحرام. فتركها إبراهيم وانصرف وأعطاها ظهره. فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أنت سيبنا هنا لمين؟ أنت سيبنا وماشي هنا لمين؟ حيث لا إنس ولا أنس، مفيش حد بالبلد كده، مفيش صريخ ابن يومين زي ما احنا بنقول بالبلدي، لكن ستنا هاجر تقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أنت سيبنا لمين؟ سيدنا إبراهيم ما بيردش. ففطنت هاجر فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو ده أمر ربك ليك يا إبراهيم؟ فقال أو أشار إبراهيم برأسه أي نعم. فقالت الواثقة من ربها إذن لن يضيعنا، مش هيضيعنا طالما ده أمر ربنا، وربنا هو اللي أمرك بكده يا إبراهيم، مش هيضيعنا. فحق على الله لمن اتقاه أن يأخذ الله عز وجل بيده وأن يكون الله عز وجل معه، فمن توكل على الله كفاه ومن فوض أموره إليه هداه. قال جل علاه أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم. فقالت إذا لا يضيعنا.
ثم كبر نبي الله إسماعيل وبلغ مبلغ الشباب، عنده 10-12 سنة. ثم جاء له إبراهيم وقال: يا إسماعيل لقد أمرني الله أن أرفع القواعد من البيت، ده أمر ربنا لي. فقال: الابن البار بأبيه والذي يطيع كلام أبيه وكلام ربه معك يا أبي. فبدأ إبراهيم وإسماعيل يرفعا القواعد من البيت، كما قال تعالى في الآية التي ذكرتها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البناء ارتفع، وسيدنا إبراهيم إيده ما عادتش طايله البناء، ما عادش عارف يبني، فطلب من نبي الله إسماعيل أن يأتي له بحجر ليقف عليه. قال له: أنا عايز حجر أقف عليه علشان أطول البناء. فذهب إسماعيل وأتى بحجر فوقف نبي الله إبراهيم عليه، فغاصت قدم نبي الله إبراهيم، والأثر ده موجود لحد النهاردة. غاصت في هذا الحجر حتى يثبت ويستطيع أن يتحرك. وهذا هو مقام نبي الله إبراهيم على الراجح من أقوال أهل العلم، وكان ملاصقا للكعبة في بادئ الأمر، يعني كان في البداية لازق في الكعبة. ولما جاء عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أخره وأبعده قليلا عن الكعبة، لأنه كان يعوق الطواف، وهو في مكانه الذي وضعه فيه عمر إلى الآن. ثم اكتمل البناء، خلاص البناء اكتمل إلا موضع حجر، فضل مكان حجر واحد في الكعبة في البيت الحرام. فقال إبراهيم: يا إسماعيل انطلق وأتنا بهذا الحجر، هات لنا الحجر ده علشان نكمل البنى. فذهب إسماعيل ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس أحجار الكعبة، لقى حجر مختلف عن كل الأحجار اللي في الكعبة. فقال: يا أبتي من الذي أتاك بهذا الحجر؟ إيه الحجر ده وانت جبته منين؟ فقال إبراهيم: أتاني به من لا يتكل على بنائي ولا بنائك، أتاني به جبريل من عند رب العالمين. الحجر ده اللي هو إيه؟ الحجر الأسود. الحجر الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي بسند حسن: الحجر الأسود من الجنة. الله أكبر، الحجر الأسود من الجنة. أتى به جبريل لنبي الله إبراهيم حتى يكتمل بناء البيت، وحتى يكون آية لمن جاء بعد إبراهيم، وحتى يكون آية لنا حتى ننظر إليه في عبادتنا لله، وحتى نتوجه إليه في عبادتنا لله، ليذكرنا بجنة الله وليذكرنا برضوان الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أتاني به جبريل، أتاني به من لا يتكل على بنائي ولا بنائك. بل عند الإمام الترمذي أيضا وغيره بسند ضعفه البعض وحسنه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود كان أبيضا ناصع البياض، يعني كان لونه أبيض ناصع البياض، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. الحديث عند الإمام الترمذي وغيره بسند حسنه البعض وضعفه البعض من باب الأمانة العلمية. الحجر الأسود كان أبيضا ناصع البياض، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. فلما اكتمل البناء واكتمل البيت الحرام قال الله عز وجل لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. يلا بقى أذن في الناس علشان يجوا يحجوا. فقال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي، هو أنا صوتي هيوصل فين؟ ده هو في صحراء ما فيش حد حواليه، ومع ذلك ما كانش فيه بقى زي الأيام دي لا تلفزيونات ولا مكبرات صوت ولا إنترنت ولا غيره. فقال: يا إبراهيم أذن في الناس وعلينا البلاغ.
مين اللي هيوصل الكلام ده ومين اللي هيوصل الأذان ده؟ الله هو القادر على أن يصل هذا الأذان وهذا النداء إلى من في الأرض جميعا، إلى من في أرحام أمهاتهم، إلى من في ظهور آبائهم. فقال إبراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي هيوصل فين؟ فقال أذن وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم يا ربي وماذا أقول إيه؟ فقال قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأذن إبراهيم مصداقا لقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يقول علي بن أبي طالب ألا ترى أنهم يأتون من أقصى البلاد من أبعد الأماكن يأتون وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اسأل الله أن لا يحرمنا من هذه التلبية وأن يرزقنا إياها عن قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، هذه مقدمة لسلسلة الحج والتي سيتكلم عنها شيخنا بإذن الله في الأسابيع القادمة إن قدر الله عز وجل لنا ولكم وله البقاء واللقاء. أسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص والقبول. هذه مقدمة عن بناء البيت، لأن كثيرا منا لا يعلم قصة البيت ولا يعلم من الذي بنى البيت ولا يعلم قصة الحجر الأسود الذي يشير إليه أو يلمسه بيديه عند ذهابه للحج أو للعمرة. هذا وإن كان كما قال عمر اللهم إنك تعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، لكني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيت الحرام له مذاق خاص وله رونق خاص وله متعة خاصة، ومسجد النبي المصطفى له مذاق خاص وله متعة خاصة. والصلاة في الروضة الشريفة كما قال النبي ما بين مسجدي ومنبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أتحداك والله أتحداك إن ذهبت إلى روضة الحبيب المصطفى وصليت هناك ولم تدمع عيناك مهما كانت حالتك النفسية، مهما كان التعب ومهما كانت المشقة، والله أتحداك إن ذهبت لروضة الحبيب وردك الحبيب، أتحداك إن ذهبت لروضة الحبيب وصليت بإخلاص لله عز وجل ودعوت الله عز وجل ولم تر عيونك تدمع لله. هذه خاصية من خصائص روضة المصطفى. أتحداك أن تذهب للكعبة لبيت الله الحرام وتنظر إليها، والنظر إلى الكعبة عبادة. أتحداك أن تنظر إليها وتتذكر أولادك وتتذكر مالك وتتذكر زوجتك. أول ما بتبص للكعبة بتنسى الدنيا وما فيها. طالما حجك مقبول بإذن الله وطالما طلع من مال حلال ونيتك لله، إنما ملناش دعوة بقى باللي طلع بمال حرام أو اللي رايح علشان يشتري لقب حج أو غير ذلك. إحنا بنتكلم في اللي عبادته وحجه لله خالص لوجه الله، مش عشان يشتري لقب حج. لا، أول ما تبص كده على الكعبة وعينك تيجي عليها بتحس بقشعريرة
تحس ان جسمك بيرتعش من ايه؟ هذه ميزة وضعها الله عز وجل في بيته الحرام حتى تهوي إليها الأفئدة، وحتى يعود إليها الناس، وحتى ينظر إليها الناس، لنعلم جميعا وعظمة ديننا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج مرات ومرات. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تول أمرنا وقنا شرار أعمالنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا. اللهم ألف بين قلوب المصريين وأصلح ذات بينهم، واطرد الشيطان من بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر.